رقصة الموت، لغز الوباء اللي حير العالم. عزيزي المستمع، ستوب، خلاص، سيبك من ضجيج الناس وانسى الهموم والأشغال وعيش معانا دقايق من الروقان والخيال. أهلا بيك في حلقة جديدة من نسمة صوت. النهاردة يا عزيزي عندنا قصة من أغرب القصص اللي ممكن تسمعها في حياتك. قصة لو ما كانتش موثقة في كتب التاريخ كنا قلنا عليها خيال مؤلفين أو أسطورة من أساطير الصين أو الفراعنة. تخيل معايا كده يا عزيزي إنك ماشي في شارع في مدينتك وفجأة تلاقي ناس بترقص، مش بيرقصوا في فرح أو مناسبة، لأ، دول بيرقصوا رقص جماعي وبشكل هستيري غصب عنهم، كأنهم مسحورين أو عليهم لعنة. بيرقصوا رقص متواصل لساعات أو أيام لحد ما يقعوا من طولهم من الإرهاق، أو الأسوأ لحد ما يموتوا. ده مش مشهد من فيلم والله، ده اللي حصل بالظبط في مدينة استراسبورغ سنة 1518 ميلادية. وسبب المشهد الغريب ده هو وباء غامض أطلقوا عليه وباء الرقص أو حمى الرقص. طب إيه اللي حصل بالظبط؟ ده اللي هنكشفه مع بعض النهاردة في رحلتنا لواحدة من أغرب الظواهر في تاريخ البشرية. الحكاية دي بدأت إزاي؟ تعالوا بينا نرجع بالزمن لشهر يوليو الحار في السنة المشؤومة دي. الظاهرة بدأت في مدينة استراسبورغ اللي كانت وقتها جزء من الإمبراطورية الرومانية المقدسة في منطقة الألزس اللي هي دلوقتي جزء من فرنسا. الأوضاع في المدينة ما كانتش تمام قوي، كان في فقر وأمراض ومجاعات بتحصل كل شوية، يعني الناس كانت عايشة تحت ضغط نفسي واجتماعي كبير. وفي يوم من الأيام ظهرت ست بسيطة اسمها فروتروفيا أو مدام تروفيا، وخرجت للشارع وبدأت ترقص رقص عادي في الأول، لكن الغريب إنها ما بطلتش رقص. رقصت لوحدها في الشارع لساعات طويلة من غير موسيقى ومن غير أي سبب واضح. جوزها حاول يوقفها والجيران اتلموا حواليها مستغربين، لكنها كانت مكملة. وشها اصفر وعرقها نازل شلالات، بس رجليها مش راضية تقف ولا تبطل رقص. طب هل الموضوع انتهى عند كده يا عزيزي؟ هل الموضوع وقف عند مدام تروفيا لوحدها؟ للأسف لأ، اللي حصل بعد كده كان أغرب وأوسع بكتير. الموضوع ما بقاش مجرد حالة فردية غريبة كده وخلاص. في خلال أسبوع واحد بس من رقصة مدام تروفيا انضم ليها حوالي 34 واحدة تانيين، ناس من جيرانها أو يمكن ناس شافوها وحسوا بنفس الإحساس الغريب اللي بيخليهم عايزين يرقصوا. وفجأة الشوارع بقى فيها مجاميع من الناس عمالة ترقص بشكل هستيري. وفي آخر شهر أغسطس، يعني بعد حوالي شهر من بداية الحكاية، كان عدد اللي بيرقصوا وصل لحوالي 400 بني آدم، رجالة وستات، شباب وعواجيز، كلهم بيرقصوا في الشوارع والميادين ليل ونهار. مفيش موسيقى في الأول، مفيش نظام، مجرد حركة لا إرادية، كأن أرواحهم محبوسة جوه جسمهم ومش قادرين يسيطروا عليها. تخيل الرعب اللي دخل قلوب سكان المدينة. إيه المرض العجيب ده؟ هل دي لعنة من السماء؟ هل ده سحر أسود معمول لهم؟ محدش كان فاهم أي حاجة في أي حاجة. أكيد بتسأل نفسك دلوقتي، طيب والناس المسؤولة في المدينة، السلطات والقضاة والدكاترة، عملوا إيه لما شافوا المصيبة دي قدام عينيهم؟ الغريب يا عزيزي إن رد فعلهم كان فصل تاني من فصول الغرابة في القصة. الدكاترة اللي في البلد بعد ما استبعدوا إن الموضوع له علاقة بالنجوم أو بالسحر، قالوا إن المرض ده سببه سخونة في الدم، وعشان كده وصفوا علاج أغرب من المرض نفسه، إنهم يخلوا الناس دي ترقص أكتر وأكتر. أيوة زي ما سمعت كده بالظبط يا عزيزي، قالوا الحل إنهم يرقصوا لغاية ما يخرجوا المرض ده من جسمهم. فعملوا إيه بقى؟ بنوا مسرح خشب كبير في السوق وجابوا عازفين موسيقى محترفين عشان يشجعوا الناس على الرقص، حتى إن هم جابوا رقاصين محترفين عشان يرقصوا مع العيانين ويخلوهم أكثر حماس. ممكن تكون بتسأل نفسك دلوقتي، هل الحل العبقري ده جاب نتيجة فعلا وساعد الناس دي؟
الحقيقة الصادمة يا عزيزي إن النتيجة كانت كارثة بكل المقاييس. بدل ما الناس تخف، حالتهم بقت أسوأ. الرقص المتواصل لساعات وأيام تحت الشمس الحامية ومن غير أكل أو شرب كفاية بدأ يحصد أرواح الناس. الناس بدأت تقع من كتر التعب، يجيلها أزمات قلبية، سكتات دماغية، أو ببساطة كده تموت وهي بترقص. وهنا عزيزي المستمع، الحكومة شافت إن العلاج بالرقص ده بيزود الطين بلة، وإن عدد الميتين بيزيد. بعض الكتب بتقول إن في أوقات الذروة كان بيموت حوالي 15 واحد في اليوم، والحد هنا كان لازم وقفة. المسؤولين بدأوا يغيروا طريقتهم خالص، وبدل التشجيع على الرقص لجأوا للمنع والصلوات. منعوا أي تجمعات للرقص أو المزيكا في الأماكن العامة، وبدأوا يدوروا على تفسير ديني. قالوا إن الظاهرة دي أكيد غضب من القديس فيتوس، وده قديس كانوا بيعتقدوا إنه بيشفي من الأمراض العصبية اللي بتعمل تشنجات وحركات غصب عن الواحد. فبدأوا ياخدوا الناس اللي بترقص دي في رحلات حج لمزار القديس فيتوس عشان يصلوا ويتوبوا على أمل إن اللعنة دي تتفك. طيب إيه بقى التفسير العلمي أو التاريخي للظاهرة العجيبة دي بعد كل السنين دي؟ هل هي فعلا لعنة ولا في أسباب تانية ممكن تكون ورا اللي حصل؟ العلماء والمؤرخين عندهم كم نظرية مهمة، تعالوا نستعرضها واحدة واحدة. النظرية الأولى عزيزي المستمع، التسمم بفطر الإرغوت. والإرغوت ده فطر بينمو على حبوب الجودار اللي كان محصول أساسي في أوروبا وقتها. الفطر ده لو اتاكل بيعمل هلوسة جامدة قوي وتشنجات في العضلات عنيفة جدا شبه الرقص الهستيري، وده يفسر الحركات اللي غصب عنهم دي. لكن اللي بيضعف النظرية دي شوية إن مش كل اللي اتصابوا ظهرت عليهم أعراض التسمم بالإرغوت، وكمان فكرة إنهم يرقصوا الأيام ورا بعض دي مش من أعراضه القوية قوي. النظرية التانية يا عزيزي، الهستيريا الجماعية أو المرض النفسي الجماعي، ودي النظرية اللي أغلب المؤرخين مايلين ليها. زي ما قلنا، الناس في ستراسبورغ كانوا عايشين تحت ضغوط نفسية واجتماعية رهيبة، فقر، جوع، أمراض منتشرة زي الجدري والزهري والطاعون، وخرافات كتير مالية دماغهم. في الظروف دي ممكن واحد أو مجموعة صغيرة تبدأ تظهر عليها أعراض هستيرية بسبب الضغط الشديد، وبسبب الإيحاء والخوف الأعراض دي تنتشر بين الناس زي العدوى، كأن العقل الباطن بتاع المدينة دي كلها ضرب وبقى في اللسعان. النظرية الثالثة قالت إنها ممكن تكون طقوس دينية متطرفة. بعض الباحثين قالوا يمكن الموضوع ليه علاقة بطائفة دينية سرية كانت بتعمل طقوس رقص هستيرية، لكن ما كانش في أدلة قوية بتقول كده في حالة ستراسبورغ بالذات. لكن سواء كانت الأسباب طبية، نفسية، أو حتى خرافية، في جانب أهم بكتير لازم نقف عنده ونتأمله، جانب بيخلي القصة دي مؤثرة ومخيفة في نفس الوقت. يا ترى إيه هو الجانب الإنساني في المأساة دي؟ وبغض النظر يا عزيزي عن السبب الحقيقي للي حصل، اللي يهمنا نتخيله هو حجم الوجع والمعاناة اللي الناس دي شافتها. ناس بتفقد السيطرة تماماً على جسمها، بترقص لغاية ما تنهار وتموت، وأهلهم والناس اللي حواليهم واقفين عاجزين خايفين ومش فاهمين أي حاجة. الوباء ده فضل شغال حوالي شهرين، من شهر يوليو لغاية أوائل سبتمبر سنة 1518 بالتقريب، وبعدها بدأ يختفي واحدة واحدة زي ما ظهر فجأة. وباء الرقص ده ما كانش حالة يتيمة كده وخلاص، لأ، التاريخ سجل حالات شبهه وإن كانت أصغر شوية في أماكن تانية في أوروبا في القرن ال14 وال17، لكن حالة ستراسبورغ كانت أكبر واحدة وأشهر واحدة وأكتر واحدة اتكتب عنها. اللغز ده بيورينا قد إيه دماغ البني آدم ممكن تكون ضعيفة وقوية في نفس الوقت، وإزاي الضغوط الاجتماعية والنفسية ممكن تطلع في شكل أمراض جسدية غريبة، وإزاي الخوف والجهل ممكن يخلوا الناس تتصرف بطريقة ما تخشش العقل خالص ولا حد يصدقها. قصة وباء الرقص في ستراسبورغ سنة 1518
هتفضل واحدة من أغرب وأكتر الظواهر اللي تحير في تاريخ البشرية كله. هي بتفكرنا إن في جوانب في طبيعة البني آدم وفي تفاعلات في المجتمع لسه ما نعرفهاش، وإن التاريخ مليان مفاجآت وألغاز بتخلينا نتأمل ونفكر. وهنا يا عزيزي السؤال اللي بيطرح نفسه بقوة: هل ممكن ظاهرة زي دي تتكرر في العصر الحديث بأشكال تانية؟ هل في أوبئة نفسية أو هستيريا جماعية ممكن تحصل مثلاً بسبب الحياة المادية الشرسة اللي سيطرت على العالم كله؟ هل الوباء المخيف ده ممكن يتكرر تاني؟ الله أعلم. ولحد هنا عزيزي المستمع بتخلص حلقتنا النهاردة، لكن موضوعاتنا لسه ما خلصتش. خليك دايماً قريب مننا، احنا دايماً على موعد معاك في حلقة جديدة من نسمة صوت.